بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبات. جاني تعليق تحت الفيديو السابق احترت كيف أرد على صاحبته. صراحة الإجابة عليه محرجة وتقبلها صعب، وأنا كصانعة محتوى ما ودي أبدي رأيي إلا بطريقة محايدة، ولا ودي أزعل أحد، لا الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية. أكيد في متابعاتي من تكون الزوجة الأولى ومن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لابد فيه من يؤيد إجابتي وفيه من يعارضها، وفيه من راح ياخذ مني موقف على أي رد أرده. لذلك حبيت أشارككم الموضوع ليكون الرأي عام للجميع، وكل امرأة تعبر بما يناسب طبعها وتحملها. أبغاكم كما عهدتكم تعطوني آراءكم حول الموضوع، لأن كثير من الأخوات يعانين من هذا الموضوع، اللي عندها ضرة ومضطرة للتعامل معها، إما الظروف تجبرها على التعامل معها، وإما الزوج يطلب منها تقابل ضرتها وتتعامل معها ويصر على ذلك، وإما الزوجة نفسها ترغب في التسامح وحسن العشرة بينها وبين ضرتها. وما ودي أقول ضرتها لأن كلمة الضرة مشتقة من الضرر، والقاعدة ما تنطبق على الجميع. ليس التعدد دائما ضرر، أحيانا يكون الزوجات زي الأخوات، ولا تظنون أني أبالغ. عندنا في قبيلتنا في زهران تسمى الضرة الرفيقة، يعني الصديقة اللي تمشي معاك طول العمر، لأنهم كانوا يعيشون في بيت واحد ويشتغلون مع بعض، يساعدون بعض، إذا مرضت واحدة الثانية تخدمها، وهكذا. فيه نماذج في المجتمع فعلا كأنهم أخوات، وأنا شاهدت بعيني هذه العلاقة الجميلة، وأبغاكم تشاركوني الرأي حول سؤال الأخت اللي قد تحتاج كثير من الأخوات اللي أزواجهم معددين. أنتظركم في الفيديو القادم لأعرض آراءكم وتعليقاتكم، وأبدي رأيي أنا أيضا حول الموضوع، ولكم كامل الحرية في التعبير، وسأعرض جميع تعليقاتكم اللي ما فيها ما يجرح أو يؤذي أحد. وكما عودتمونا على آرائكم الحكيمة فمنكم نستفيد والله. ربي يسعدكم ولا يحرمنا منكم. واللي تحب ترسل تجربتها أو نصيحتها مسج صوتي، عندكم الانستغرام تبعي تجدونه على الشاشة، تواصلوا معايا على الانستغرام وراح أنزل تعليقاتكم بأصواتكم. وإذا تحبون أذكر أسماءكم اكتبوها في التعليقات، لأن الاسم ما يظهر عندي فقط اسم المستخدم بالرموز. أنتظركم يا غاليات، لا تتأخرون علينا في الردود، لأني ناوي أنزل الفيديو بأقرب وقت، وأفضل التجارب الصوتية جدا. لكم الأجر بإذن الله فيما تكتبون وما تقدمون من خير، وأشكركم مقدما على مشاركاتكم. وإلى الملتقى في الفيديو القادم بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.